اهلا بيكم مع فيديو جديد تاني وفيديو جديد تاني على طول مع كريم حسن. النهارده فيديو جديد ومختلف، النهارده مختلف بجد لان النهارده هنشوف مع بعض احسن سندوتش مكرونه في المحل، احسن سندوتش مكرونه في المحله، ومحدش بيعمل السندوتشات ديت والاكله ديت تعتبر غير في المحله بس. في عتاوله فيهم مشهورين بالاسامي زي ابو عمر وعلى الله وعمر رمضان، ناس مشهوره جدا. بس النهارده بقى هنشوف في حد هيخش يهز السواد ديت ولا السواد ده موجود. يلا بينا نخش فيهم واحد واحد. نخش بعمر رمضان. وعمر رمضان جايب كيسه سلطه كده محترمه، وجايب هنا سندوتشات لفيفها في ورق جرايد كده. ده شكل السندوتش من جوه مكرونه عاديه يعني ما فيهاش حاجه جديده يعني. بسم الله. عم رمضان طعمه حلو جدا، السندوتش طعمه حلو جدا، المكرونه جوه كتير، حط عليها زي زيت كده وليه، بس هو مشوحها على الجريل يعني، مشوحها حبه حلوين يعني، قدامه في الطاسه دي بقى لها حبه فزي نشفت شويه كده. طعمه حلو كل حاجه. بس يلا نخش على اللي بعده ونشوف الاخر. نخش بقى على تاني واحد معانا وهو من اشهر الناس في المحله وهو ابو عمر. ده حجم السندوتش عنده اكبر بصراحه. بص السندوتش حجمه كبير تمام، حشو جواه محترم، مالي السندوتش مكرونه كتير، حاطط شويه صلصه من فوق كده، بس شكله مش متشوح على الجريل كتير زي التاني، ده شكله احلى يعني. ندوق بسم الله. طعم المكرونه هنا حلو جدا، كل واحد فيهم ليه طعمه. انا عن نفسي فضلت عم رمضان اكتر منه بشويه، طعم هنا السندوتش اطرى شويه، طعمه احلى شويه كصلصه اكتر وكده. لكن عم رمضان ده لو سخن من عنده هناك واخد شويه صلصه زياده هيبقى عالمي في حته ثانيه. يلا نخش على بعض ونشوف. نخش بقى على اكتر واحد فيهم تقريبا شهره، او والله اكتر واحد تقريبا يعني يعتبر معلم في المجال. شايفين السندوتش كبير ومليان بصراحه اكتر منهم بكتير يعني. تمام، ندوق بقى ونشوف هيعرف طعم. بس ما جابش سلطه مع السندوتشات، ولازم سلطه مع صوص المكرونه. ندوق ونشوف. يلا بسم الله. طعمه جامد جدا، والله طعمه جامد جدا. بس زي عم رمضان، بس عم رمضان كانت المكرونه نشفت شويه. لو المكرونه ما كانتش نشفت شويه يعني ما استنتش شويه على الجريل كان ممكن يبقى زيه او احسن كمان. لكن ده في الوضع الحالي اللي احنا فيه يعني، اصل انا جربت والله كتير كان وحش، في اوقات كان حلو واوقات وحش، هو بحالات برضه. بس هو النهارده اللي جاي لي ده عالمي. يلا بينا على اللي بعده، لسه في كتير على فكره ما تزهقوش، لسه بدري. نخش بقى على رابع واحد معانا ابو سعد من عتاوله المجال يعني. بص السندوتش برضه حجمه كبير مليان. دوق نخش عليه ونشوف. برضه جايب معاه حبه سلطه بصراحه حلوين، وتقطيع سلطه نضيفه يعني، نضيف. دوق بسم الله. على غير العاده بقى، هو ابو سعد كان جامد على طول، بس النهارده جامد قوي. هو احسن من الله واحسن من ابو عمر واحسن من عم رمضان بصراحه، جامد جدا، عاجبني بصراحه، عاجبني قوي. هو بس لو زود كميه صلصه شويه زياده يعني، انت جبت صلصه بره زياده هيبقى عالمي. يلا بينا على اللي بعده ونشوف الترتيب في الاخر. ده بقى مطعم الوفا اللي هو قدام ابو سعد الناحيه الثانيه. ده المفروض ان هما الاثنين بينافسوا بعض، بس السندوتش النهارده هو بصراحه جامد في العموم. السندوتش النهارده فيه طعم غريب كده زي نفتالين او ماده حافظه او حاجه، اللي هو ممكن يكون جاي من ورق الريحه او حاجه بدات تبوظ، فمش عارف هو ده على طول، بس مش على طول لان انا اكلت عنده كذا مره. هو المره دي في حاجه غريبه، بس الشطه بتاعه عالمي، الشطه بتاعته عالميه، انا بحب الشطه بتاعته جدا. لكن المكرونه النهارده فيها حاجه غريبه مش عارف. يلا بينا ناخد نشوف. خش بقى على مكرونه غالي من اشهر الناس برضه اللي موجود في الزراعه، مشهور جدا برضه، قديم يعني. سندوتش برضه حجمه كبير مليان كتير. ندوق ونرجع له. طعمه مش وحش يعني، مش وحش قوي، بس هو عادي يعني، يعتبر في البيت، ولما تعملوه في البيت ومش حلو كمان، فمش احسن حاجه يعني، مش جامد يعني. ما بينهم تقريبا هو الاخير دلوقتي. فيلا بينا على اللي بعده ونشوف. خش بقى على مكرونه سمر برضه يعني، من الاعلام في المحله، من الناس القديمه برضه. احنا مش جايبين غير الناس التقيله بس. مكرونه سمر من اتقل الناس في المحله، وانا كنت بصراحه بحب اكل عنده من زمان يعني. فهو السندوتش مليان. ده بقى مالي سندوتش رز مليه يعني لحد ما العيش باش. ندوق يلا بسم الله. السندوتش هنا جامد جدا. الصلصه كده دي مليانه الدنيا كده، ومع شطه برضه كتير، مولع. انا قلت له زود شطه بصراحه، فهو مولع وجامد. سندوتش عالمي، بس هينافس معاهم فوق ولا لا؟ شوف في الاخر. يلا نخش بقى على اخر واحد معانا وهو مطعم السعد. ده مطعم في شارع مستشار كده، انا بصراحه بحبه وباكل من عنده كتير، فهنعرف دلوقتي هو جامد ولا لا. يلا بينا ندوق. بص السندوتش بتاع هنا ارخص بس مليان برضه، حجمه كبير وكل حاجه. يلا بينا ندوق بسم الله. هو جامد جدا كسعر عشان رخيص، لكن كطعم لا عادي جدا او اقل من العادي كمان يعني. هو مع الوفاء وحش، الوفاء بره خالص التقييم. هو مع غالي في نفس الحته كده يعتبر، الاثنين مش حلوين يعني، هم عاديين. يلا بينا نخش على الترتيب النهائي، واقول لكم الترتيب. يلا بينا نخش لكم بقى بالترتيب الصادم. هنبتدي باول حاجه، وهو الصراحه النهارده عشان في حالته فجامد جدا على الله. لما بيجي في حالته يا جدعان مفيش حد يقف جنبه، على الله في حالته مفيش حد جنبه. بعد على الله عم رمضان لو هتاكله بقى هناك كمان سخن كده وصلصه زياده وبتاع، يبقى عالمي، ممكن يعدي على الله كمان. تالت واحد بقى وجامد برضه النهارده قوي وفي حالته برضه النهارده، ابو سعده. هو ربنا كرمه ان هو في حالته النهارده، لكن ابو سعده كتير ايام كتير مبقاش في حالته. رابع واحد بقى وهو مكرونه سمر رايق جدا، السندوتش حلو جدا، ماليه شطه، وكان سندوتش جامد يعني. الاربعه دول بصراحه جامدين، انا ممكن اكل عند اي واحد منهم واتبسط عادي جدا. اللي خيش وبالنسبه لي غريب ان هو خيش ابو عمر كنت بسمع عنه كلام ان هو يعني اجمد مكرونه في المجره، طلع النهارده عادي جدا. والسندوتشات هو مش وحش بس هو عادي يعني، ما فيهوش ميزه زياده عن الباقيين كلهم حاجات تمشي الحال كده في الضياع، مش حاجات جامده يعني، كلها في السهل يعني. لكن الوفاء النهارده انا بصراحه بحبه وكان جامد. ما اعرفش النهارده ماله، النهارده مخيش شويه، الطعم مش احسن حاجه بس ده اللي كان عندنا في طريقه النهارده وفيديو النهارده. والنهارده نكون عرفت اجمد من سندوتش مكرونه في المحله. بس كده، كنت لايك شو سبسكرايب على طول، ويلا سلام عليكم.